Officer down. We are on the eve of a technological revolution. We need to give Americans a figure they can rally behind. We're gonna put a man inside a machine. What kind of suit is this? Somehow, he's overriding the system's priorities. Dead or alive, you're coming with me. خيال علمي صح؟ ما تستعجلش، بعد الفاصل هتشوف اللي عمرك ما كنت تتوقعه، استنونا. اهلا بيكم. قبل الفاصل شفنا لقطات من فيلم روبو كوب. عارف انك اكيد قلت الراجل ده شكله بيهرج، ايه علاقة الفيلم ده بالكلام العلمي اللي كلكعنا بيه في اول الحلقة؟ عندك حق، هو الموضوع صعب تصدقه، بس خلونا نشرح اكتر وخلي الحكم لاخر الحلقة. احنا قلنا ان سايبرنيتكس فلسفة بتدرس علاقة الجسم البشري بالآلة وطرق التواصل بينهم، وتطور العلم ده طلع لنا مصطلح جديد اسمه سايبورج. هتقول لي طبعا ايه السايبورج ده كمان؟ السايبورج ده يا سيدي يعتبر كائن بشري متصل بجسم وآلات، سواء كانت مزروعة في الجسم أو متصلة بيه بشكل مباشر. من الآخر سايبورج هو التطبيق العملي لنظرية السايبرنيتكس اللي بتدرس علاقة الجسم البشري بالآلة. في علماء كتير جدا بيتنبؤوا ان مستقبل الإنسان هيكون بشكل أو بآخر متصل بالآلة، يعني احنا رايحين لاتحاد الجسم البشري بالآلات لتطوير الأداء أو حتى تطوير الجسم البشري نفسه بشكل ممكن يخليه يعمل حاجات كتير جدا الناس معتقدة انها خيال علمي. لو رجعنا تاني لفيلم روبو كوب هتلاقي البطل عبارة عن جسم آدمي حصل فيه إصابات بالغة وما كانش قدامهم طريقة غير إنهم يضيفوا ليه أجزاء إلكترونية أو آلية علشان يعيش ويقدر يستخدم الأجزاء الآلية دي زي ما كان بيستخدم الأعضاء البشرية اللي فقدها. اللي الفيلم بيتكلم عليه ده هو بالظبط المعنى الحقيقي لكلمة سايبورج، بس أكيد طبعا هتقول لي ده خيال علمي، إيه علاقة ده بالواقع؟ علشان تعرف إيه علاقته بالواقع اللي إحنا بعيد عنه جدا للأسف لازم أعرفك بأول سايبورج في العالم، وهو بروفيسور كيفن واريك. كيفن واريك أستاذ السايبرنيتكس في جامعة ريدنج في بريطانيا وخبير في هندسة الاتصال ما بين الكمبيوتر والجهاز العصبي في جسم الإنسان. بروفيسور واريك زميلي في مجلس الهندسة في بريطانيا وحصل على زمالة جامعة سيتي أند جيلز اللي تأسست كأول جامعة للهندسة سنة 1878، واللي بتشرف بصراحة أن منتمي لهذه المؤسسات. بروفيسور واريك معتقد أن في المستقبل هيتحد الإنسان بالآلة، وأن الأجهزة اللي هتتزرع في جسم الإنسان هتخليه يتطور ويعمل وظائف ما كانش ممكن يعملها قبل كده. خد على سبيل المثال ترقية الذاكرة أو حتى الطريقة اللي بنتواصل بيها كبشر هتتغير، يعني البشر هيبقوا سايبورج. وزي ما قلت لك في أول كلامي عن بروفيسور واريك إنه أول سايبورج في العالم علشان زرع شريحة إلكترونية في جهازه العصبي واللي عن طريقها قدر يتحكم في إيد آلية عن بعد بمجرد التفكير في الحركة. كيفن واريك كمان مهتم جدا بربط الأنسجة والخلايا البيولوجية بأجهزة إلكترونية، ومن الأفكار المجنونة اللي عملها الراجل ده إنه ربط خلايا مخ فار على شريحة إلكترونية وخلى الخلايا المخية دي تتحكم في حركة روبوت زي ما هنشوف بعد شوية. بس خلونا نشوف كلامه بنفسه وهو بيتكلم عن الشريحة اللي زارعها في جهازه العصبي. What I had was this little thing fired into my nervous system, so it actually went in there. Now this has 100 electrodes on it, so this was fired in about half of the way into the nervous system, and there were then wires running up my arm to this point here, and the wires came out onto this green connector pad, and I was able to wear this is a radio transmitter receiver unit, so as I moved my hand, my neural signals were transmitted by radio to the computer and then out to pieces of technology. خيال صح؟ طب خلينا احكي لك بقى على الأكثر خيالا. بروفيسور واريك زارع شريحة إلكترونية في الجهاز العصبي لمراته من 2002 وربط الجهاز العصبي بتاعه بالجهاز العصبي بتاعها لدرجة إنها بقت لما تحرك دراعها بتبعت إشارة لمخه إن مراته فعلا حركت دراعها. نيجي بقى لتجربة خلايا مخ الفار اللي بتتحكم في روبوت، والخلايا دي بتستقبل الإشارات من سنسورز أو أجهزة استشعار، وبالتالي الخلايا المخية دي بتتحكم في حركة الروبوت حسب المعوقات اللي بتقابل الروبوت. شيء عجيب بصراحة. يعني بروفيسور واريك بيفكر كمان يوصل خلايا مخ الإنسان بالإنسان الآلي، يعني لفينا ورجعنا تاني لروبو كوب. شفت بقى ان الموضوع مش خيال؟ على فكرة افلام الخيال العلمي ما عادتش خيال، انا واحد من الناس شايف ان المفروض في القرن ده نستعد لان كتير من الافلام دي هتتحقق بسرعة لا نتخيلها. بروفيسور كيفن واريك فتح الباب لحقبة اتحاد الإنسان والآلة أو حقبة السايبورج، لكن يا ترى في تجارب تانية اتعملت بعد اللي شفناها دي؟ تعال أوري لك حاجة خيالية.
ده دكتور هيو هير، كان اشهر متسلق للصخور في الولايات المتحده وهو عنده 17 سنه، وبسبب تجمد اطرافه في التلج لعده ايام لما تاه في عاصفه ثلجيه بسببها اتبطرت رجليه الاثنين. لكنه كان عنده مثابره غريبه وقرر انه يتسلق الصخور تاني، بس المره دي برجلين آلية هو اللي صممها. دكتور هير قرر انه يدرس هندسه ميكانيكيه في MIT، وبعدها درس فيزياء حيويه في هارفارد، وقدر يعمل رجلين آليين متصله بشكل مباشر بالاعصاب بدل رجليه اللي تم بترها. مش بس كده، الرجلين الآلية دي خلته يعمل حاجات ما كانش ممكن يعملها برجليه العاديه. دكتور هيو هير درس حركة رجلين القطط والعضلات اللي بيتم التحكم فيها عن طريق الحبل الشوكي، وقدر هو ومجموعة علماء أصدقائه يبرمجوا طريقة حركة عضلات القطط في كمبيوتر موجود في الرجلين الآلية. الرجلين متوصلة بشكل مباشر بالجهاز العصبي عنده، وبالتالي بتستجيب للحركة حسب الطريقة اللي بيفكر فيها لو عايز يمشي أو ينط أو حتى يجري. الأهم بقى أن الدكتور هير ليه حكاية رائعة مع راقصة باليه تعرضت لإصابات في تفجيرات بوسطن الإرهابية وفقدت رجل من رجليها، وكان عندها نفس المثابرة اللي كانت عند دكتور هير وكانت عايزة ترجع ترقص تاني. تخيل على مدار 200 يوم دكتور هير ومجموعة من العلماء أصدقائه في معهد MIT صنعوا لها رجل صناعية بعد دراسة لحركات الرأس المختلفة ودراسة حركة العضلات وعلاقتها مع الجهاز العصبي. تفتكر بقى الست دي رجعت ترقص تاني ولا لأ؟ أنا شخصياً مش لاقي كلام تاني أقوله بعد اللي شفناه ده، لكن في رسائل كتير جدا ممكن تقولها لنفسك من الفيديو ده ومن الحالة دي ومن الفلسفة دي. مفيش حاجة ممكن تكسر الإنسان حتى لو فقد جزء من جسمه، الجسم مجرد أداة من الأدوات اللي بيستخدمها الإنسان في الحياة، المهم في الإنسان العزيمة والمثابرة حتى لو فقد جزء من جسمه. خليني كمان أحكي لك حكاية نيل هاربسون. نيل اتولد بعيب خلقي نادر عبارة عن عمى ألوان، وعلشان أكون أكثر دقة هو بيشوف كل حاجة أبيض وأسود. نيل استعان بواحد باحث صديقه وقرر يصمم عين صناعية حساسة للضوء. العين دي عبارة عن جهاز استشعار بيحس بترددات اللون. بالمناسبة الألوان ليها ترددات ونظرية كبيرة جدا مش هنعرف نشرحها دلوقتي، لكن ببساطة العين دي بتحس بتردد اللون وتبعت إشارة لشريحة إلكترونية متوصلة في دماغه. الشريحة دي بتحول الترددات دي لفايبريشن، والفايبريشنز دي بتتحول لصوت بيسمعه في ودانه. يعني من الآخر الراجل ده بيسمع الألوان مش بيشوفها زي ما احنا بنشوفها. يعني كل لون بالنسبة له عبارة عن صوت معين ومختلف عن التاني، بما ان كل لون ليه تردد مختلف. أصوات الألوان دي ممكن تتعمل سلم موسيقي زي ما هتشوف حالا. So to me these paints are sounds. I can hear each color and I can actually also put them on a score. Like red is F, G is yellow, green is A, turquoise is B, blue is C, violet D, and pink is E. الاختراع ده اداله قدرات خاصة مختلفة عن قدرات البشر العادية، لدرجة انه عدل البرنامج اللي في الشريحة الإلكترونية علشان يترجم ترددات الألوان اللي عين الإنسان ما بتشوفهاش، زي الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية. يعني تخيل لو حد مثلا وجه له الريموت هيعرف لأنه شايف، أو بمعنى أدق سامع صوت أشعة انفراريد اللي حضرتك أصلا ما بتشوفهاش. مرة تانية هنرجع لكلامنا عن السايبرنتكس وفلسفة التكنولوجيا، وهنا لازم أقول إن المستقبل مش للبيولوجي أو علم الأحياء، لكن المستقبل مليء بالتكنولوجيا. وزي ما الفلسفة بتقول إن معرفة الإنسان بتيجي من إدراكه للعالم اللي حواليه عن طريق حواسه، السؤال بقى يا ترى معرفتنا هتبقى عاملة إزاي لما يبقى الإنسان قادر على إضافة حواس تانية غير الحواس الخمسة باستخدام التكنولوجيا؟ وبدل ما المبرمجين هيطوروا برامج للموبايل هيطوروا برامج للشرائح الإلكترونية اللي بتتحكم في جسم الإنسان. أعتقد إنها معجزة بكل المقاييس، لكن أتمنى أن البشرية تحافظ على الجانب الإنساني والأخلاقي للعلم، لأن الموضوع ممكن يوصل لمرحلة لا نتخيلها من الرعب